لو كنتم زيي بتحبوا اللحوم بكل أنواعها وبتحبوا اللحمة اللي تاكلوها تكون مستوية جدًا ودايبة دوب، ودُقتوا قبل كده في أي مكان اللحمة اللي مستوية في قدرة الفخار، يبقى أكيد وصفتنا النهارده للحمة المدمسة هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سُهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي حوالي كيلو ونص من اللحمة، أنا اخترت اللحمة الموزة، حطّاها في دماسة الفول بتاعتي، أحط عليها كمية كبيرة من البصل أنا مقطعاه جوليان أو جوانح، وأحط عليها ملح وحبهان، هأجل إني أحط الفلفل الأسود دلوقتي لإن هاحطه بعد ما تستوي علشان ما يغيرليش لون اللحمة، هاحطها على النار الهادية كإني باعمل بالضبط فول، علشان تطلع لي بالشكل الحلو ده. مش قادرة أقول لكم الصوص اللي طالع منها طعمه حلو قد إيه، أنا ما حطيتلهاش أي مَيّة. هاحط الفلفل الأسود اللي أنا محتاجاه عليها بعد ما تستوي تمامًا، وأقدّمها بالشكل الجميل ده اللي مش قادرة أقول لكم ريحتها وطعمها حلوين قد إيه، واللحمة ناعمة ودايبة دوب فوق ما تتصوروا، ومناسبة جدًا للناس اللي بتحب تعمل diet أو خايفة على وزنها أو عايز تاكل أكل صحّي بالشكل ده. لو عجبتكم وصفتنا النهارده اللحمة المدمسة أتمنى أنتم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات لإنها روعة فعلًا وبالهنا.